ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كورس جديد وهو لارافيل 13. طبعا لارافيل 13 لسه موجوده 2026 17 مارس، يعني يعتبر من يومين. في حاله انك لسه بتشوف الفيديو ده في 2026، في عندنا كورسات قديمه زي مثلا لارافيل 11 ولارافيل 12. تقدر إن أنت تشوفها لو أنت لسه عاوز تتابع Laravel من الأول خالص، وهتلاقي كمان إن إحنا عاملين عليها مشاريع، فتقدر إن أنت تشوف المشاريع وتشوف الكورسات اللي هي related بالكورس الأساسي، لإن إحنا في Laravel 12 إحنا عملنا حاجة كده كبيرة شوية. عملنا e-commerce، ولكن بدأنا إن إحنا نوزّع بقى Laravel 12 مثلًا مع inertia view، Laravel 12 مع livewire، Laravel 12 مع كذا حاجة كده. فتقدر إن أنت تشوفهم على القناة بشكل منفصل عن بعض، ولكن هم كلّهم تبع Laravel 12، وطبعًا هتلاقي فيه مشاريع مختلفة. طيب الكورس ده لمين؟ الmid level والseniors. إحنا هنا في أول فيديو هنشوف إيه جديد في Laravel 13، وهنشوف الdesign pattern اللي إحنا ممكن نتبعه في الكورس بشكل عام، وهنعمل project. الproject ده هيكون متضمن project manager. تمام. الproject manager ده هيكون فيه برضه AI features. الproject manager والplanning وكل حاجة مش هتتم عن طريق إن إحنا نكتب الكود بإيدينا. إحنا هنشتغل بشكل software engineer، بشكل إن إحنا بنحط له الخطة، بنجمّع requirements اللي هي التفاصيل اللي إحنا ممكن نبدأ بيها، نبدأ إن إحنا نعمل scaffolding للحاجة. بعد كده بنخلّي الAI هو بقى اللي يبدأ يعمل حاجات اللي إحنا مش المفروض نعملها. إحنا ما بقيناش خلاص coders، ما بقيناش نكتب الكود بإيدينا. إحنا كل شغلتنا إن إحنا نحل المشاكل ونفكّر لأبعد من إن إحنا نكتب كود. تمام. فدي فكرة الكورس. إحنا مش شغالين vibe coding، ما فيش حاجة اسمها إن أنا أكتب كود من غير ما أفهم هو ده إيه. أنا باراجع دايمًا على الكود. الفكرة كلّها إن أنا باشتغل وكإني agentic engineering، يعني أنا دلوقتي واحد باقود الcopilot، مش الcopilot هو اللي بيكتب الكود عني وخلاص على كده. هنشوف إزاي إن إحنا نعمل plan كبيرة، والplan دي إزاي إن إحنا نقسّمها بقى لfeatures، والfeatures إزاي إن إحنا نقسّمها لspecifications، والspecifications إزاي إن إحنا نقسّمها لtasks، والكلام ده كلّه. وإزاي إن إحنا نستخدم الmodel الصح في الوقت الصح. يعني مثلًا أنا دلوقتي ما ينفعش إن أنا أستخدم الfrontier model اللي هو بيكلّفني كتير جدًا في إن أنا أكتب task مجرد عن CRUD. فأنا أصلًا ممكن أكتبها بإيديّا، يعني مش محتاجة حاجة كبيرة. بس أنا باتكلّم في إن هو برضه هنستخدم models light، وهنستخدم frontier model في إن إحنا نعمل planning وحاجات كتير كده هنشوفها في الكورس ده. طيب حاليًا في الفيديو ده إحنا هنتكلم على إيه الجديد، وكمان هنعمل design pattern للproject بتاعنا. زي ما قُلنا المرّة اللي فاتت إن إحنا هنتكلم عن إزاي نخلّي upgrade من Laravel 11 لLaravel 13 أو Laravel 12 حتى. بس إحنا بنقول Laravel 11 style عشان هو أصلًا Laravel 12 هي كانت بتبان ما كانتش يعني في تغييرات كبيرة جدًا من Laravel 11 لLaravel 12. فدي الproblem بتاعتنا، إزاي إن إحنا نغيّر من Laravel 11 style code لLaravel 13، وفي نفس الوقت إزاي إن إحنا نستخدم الPHP 8 attributes، وإمتى نشتغل الpipeline والaction classes، وإمتى هيكون overkill بالنسبة لنا. يعني ساعات أنا كده باشوف مشاريع بتدخّل لك كل الpatterns الموجودة في الدنيا في المشروع ذات نفسه. يعني مثلًا بيدخّل لك repository، بيدخّل لك الactions، بيدخّل لك كل حاجة حرفيًا. كمان بيدخّل لك الdomain driven design في المشروع، فأنت كده بتكون overkill بالنسبة للمشروع أو over engineering. فأنت محتاج إن أنت تعرف إمتى تستخدم service layer، إمتى ما تستخدمش أصلًا أي حاجة خالص وتشتغل بالMVC العادية اللي هو fit controller والكلام ده كله، وإمتى تشتغل بالaction class، وإمتى تعمل pipeline. ده كله هنشوفه في الفيديو ده. يمكن إحنا ما نشوفش الpipeline والaction class في الفيديو ده، ولكن هنشوفهم في الcourse عامةً يعني.
طيب أول حاجة هنبدأ بيها واللي هو هنشوف إزاي بقى اللي إحنا نشتغل بالPHP attributes جوّه الcontroller بتاعتنا، وإن إحنا نختار مثلًا middleware وauthorize والكلام ده كلّه. فأول حاجة أنا عاوزك تعملها هو إنك تروح كده تشغّل التيرمينال تمام، وتبدأ إن أنت تحط ال3 commands دول عندك. طبعًا أنا كنت حاططهم قبل كده، فلو شغّلتهم هيقول لي اللي هو أنت مش محتاج، بس يعني عشان أنت تبقى معايا في الموضوع يعني وتجرّب. ده الstructure بتاع الapplication بتاعنا. هتلاقي هنا الapp، هتلاقي جوّه app الmodel بتاع الproject طبعًا. في الأول خالص كان الfillable هو عبارة عن attribute زي كده مثلًا، كان protected fillable بالطريقة دي. بعد كده تبدأ بقى إن أنت تكتب إيه، الحاجات بتاعتك اللي أنت مثلًا هتكتبها مثلًا، وليكن هنا الname، الإيميل، وليكن password تمام. وطبعًا الpassword remember هي كانت بتكون hidden اللي هي هتكون password وremember. وبرضه كنت بتكتب حاجة زي كده، وليكن إن هي مثلًا protected table، واللي هو مثلًا ده كان الuser، وكنت بتكتب attributes كتير بقى هنا صح كده؟ بس فدلوقتي أنت إيه اللي ممكن تعمله، هو إنك تعمل حاجة زي كده. هو حاطط لك الattributes فوق الclass بحيث إن هو يقول لك إن هي دي أصلًا المفروض هي تكون موجودة جوّه الclass. فهنا هيبقى عندك الfillable والhidden، وكمان هيكون عندك مجموعة attributes تانية إحنا ممكن ناخدها في list كاملة. هاعملها لكم في MD file وهاحطها لكم في الproject بتاعنا، بحيث إن هو يكون عندك access على كل الattributes اللي أنت ممكن تكتبها عندك. وطبعًا الcast ما بقتش مجرد attribute، هو بقت function. طبعًا ده الكلام ده إحنا عارفينه من أيام Laravel 12 تمام. فهنا مثلًا في الproject model أنت ممكن تعمل إيه هنا، ممكن تقول له هنا أنا عاوز أعمل attribute، والattribute دي هتكون عبارة عن fillable attribute. طبعًا عشان تحط الfillable attribute لازم إن أنت تقول له إيه، أنا عاوز أعملها استدعاء من eliminate database الcurrent attribute، وهنا هتكون fillable. وكذلك لو أنت عاوز تعمل نفس الكلام بس للhidden، فأنت هتقول له إيه، أنا والله عاوز أعمل hidden guarded زي ما أنت شايف كده أهو observe by. يعني أنت مش محتاج إن أنت أصلًا تكتب بعد كده أي حاجة جوّه الmodel، أنت ممكن تكتبهم كلّهم كattributes بالشكل ده. factory resources الحاجات دي كلّها أنت ممكن تعملها كattributes. جميل جدًا. هم فاضل بس يخلّوا إن الrelationship هي attribute برضه، اللي هو مثلًا إيه، مثلًا task has many tasks وهكذا. ده فاضل بس اللي هي تكون attributes. خلاص إحنا كده ما بقيناش بنكتب PHP اللي إحنا متعودين عليها تمام. ودي كانت الattribute الموجودة فين، الموجودة جوّه الmodel ذات نفسه. طيب هنا بقى في الpolicy أنت طبعًا ممكن تروح تعمل هنا policies، تعمل هنا policy. آمم ممكن نقفل ده. طيب أنا ليه باعمل هنا policy، عشان أورّيك الattribute اللي إحنا ممكن نشتغله في الauthorize، والفرق اللي أنت لمّا تيجي تشتغل بالattribute الauthorize واللي أنت كنت بتعمله قبل كده في الcontroller، يعني مثلًا Laravel 10 أو Laravel 11 وهكذا. طيب هنا معلومة بسيطة جدًا، من أول Laravel 11 وأنت ما بقاش لازم إن أنت تروح مثلًا على bootstrap الproviders، أو نروح مثلًا على الproviders هنا جوّه الpost. ما بقاش لازم إن أنت تروح مثلًا تعمل حاجة زي كده في الboot، إن أنت مثلًا تقول له إيه register للgate بتاعتك تمام. خلاص يعني ليه؟ خلاص هو هنا أصلًا بقى بيعملها بشكل تقليدي جدًا. ثانية نجيب الgate من support فساد، وهنا الproject model، وهنا الproject policy. نعملها بس install بشكل كويس تمام. ما بقاش اللي أنت تقدر تعمل حاجة زي كده. هو مسموح لك إن أنت تعمل حاجة زي كده، ولكن
الفكرة إن ده ما بقاش اللي أنت ممكن تعمله في Laravel، لأن Laravel already بقت بتتعرف على الgate من غير ما أنت تعملها، ولكن هي still a clean way. يعني أنت لو من ناحية اللي هو clean architecture ماشي، ما فيش مشكلة. بس هل ده بيأثّر عن policy بتاعة Laravel ذات نفسها؟ لأ، مش بيأثّر خالص. فأنت خلاص إيه، مش لازم تكتبها. عايز تكتبها عشان تبيّن إن أنت فعلًا عامل حاجة زي كده أوكي، مش عاوز تكتبها it's up to you يعني. حاليًا بقى أنت لو عامل أصلًا install لSanctum عندك، فبتعمل install إزاي؟ لSanctum أنت بتقول له هنا PHP عاوز أعمل artisan آمم API install. sorry I missed that. المفروض إن هو يكون PHP artisan install API not API install. فدي مشكلتي. بدأ إن هو يعمل installation ل Laravel Sanctum، وده آخر إصدار. وبعدين هنا هيقول لك إن أنت عاوز new migration، فأنا ممكن أقول له yes، لأن هيديني permission و projects some data. ومن هنا أحط بقى السانكتم token. فماشي هروح أحط السانكتم token في الuser as API tokens. طبعا في الproject policy هبدأ إن أنا أشوف إذا كان has rule للمانجر مثلا ولا لأ. فمثلا هروح هنا أقول له طبعا لازم تكون مثبت عندك security permission. طبعا ما أحلى التاب. تمام، خلاص يعني أنت خلصت كل حاجة بالtabs بس. تمام، الموضوع مش محتاج. تمام، الold way بقى اللي أنت كنت بتروح مثلًا على الcontroller اللي هو جوه الHTTP controller project وهكذا. تبدأ مثلًا أنت أنا هاخد الكلام ده كله copy as is. تمام، وتقول له هنا إن أنا عاوز أضيف الmiddleware وهنا والsanctum. تمام، في حالة إن أنت عاوز تضيف بس الproject. وهنا طبعًا في الcontroller أنت هنا كنت بتقول له هنا إيه use authorize مثلًا authorize request، بحيث إن أنت تقول له هنا this authorize، بعد كده تقول له create project مثلًا class وهكذا. فأنت ما بقيتش محتاج الكلام ده كله. أنت ممكن تلغي الconstruct، ممكن تلغي كمان الauthorize. وهنا بس نجيب الrequest، وكمان أنت ممكن تلغي request لأن request أنت مش هتحتاجها. ليه بقى؟ لأنك أصلًا الrequest أنت هتشتغل عن طريق form request، فهيبقى بعد كده أنت بتاخد instance من الform request اللي أنت بتعملها هنا. وليكن مثلًا عندك store project، فأنت هتعمل هنا form request للstore project. وكذلك للupdate، لأن مش أحسن حاجة إن أنت تحط الكلام ده فين؟ في الcontroller ذات نفسه. يعني الcontroller مش مكان إنك تعمل فيه أصلًا validate لأي حاجة خالص. المكان اللي أنت تقدر تعمل منه validate هو الform request. حتى هو أصلًا محجوز فيه كلمة authorize أهو، الfunction بتاعة authorize والfunction بتاعة الrules، وطبعًا الfunction بتاعة إيه، بتاعة الmessages. تمام، فدي بقى كانت الold way. إيه بقى الnew way بتاعة Laravel 13؟ إنك مثلًا عاوز تخلّي الproject controller ده هو مجرد project controller خاص بالAPI. فمعنى كده إن أنت هتحتاج إن أي حد بيستدعيه يكون عليه authentication خاصة بSanctum، صح؟ فهتقول له هنا إيه، والله أنا عاوز أعمل middleware أهو زي ما أنت شايف كده. أنا استدعيتها eliminate routing attribute controller middleware، واللي هي هتكون هنا auth بعد كده sanctum.
وهنا أنا ممكن أعمل بالنسبة للfunction دي المفروض إن أنا بدل ما كنت أحط فيها authorize لأ أنا ممكن أحط فيها إيه authorize attribute بالشكل ده attributes controller middleware authorize وهنا نفس الحوار وهنا نفس الحوار وهنا بقى هابدأ إن أنا أكتب له والله لازم أعمل create project class وهنا authorize وهنا delete. طبعًا عشان إحنا ما عندناش restore وforce delete ما عندناش soft delete أصلًا فإحنا ممكن نشيل الكلام ده من الproject.